أهلا بيكم في أول حلقة من رول موديل بودكاست. أول بودكاست عقاري مصري موجود على المنصات المرئية والمسموعة. احنا هنا هنقابل مجموعة كبيرة من الناجحين والملهمين اللي هيشاركوا معانا قصص وتجارب وخبرات وعلم عملي حقيقي هيفرق معاك جدا وهيساعدك تحقق نجاح على المستوى الشخصي والمهني. فكرة البودكاست ده واحدة من ضمن أفكار كتير شغالين عليها أنا وائل، بتضيف فاليو جديدة للسوق وتحديدا السوق العقاري، لأن أول نسخة منه هي النسخة العقارية. يعني كل ضيوفنا هيبقوا من داخل السوق العقاري. مستنيين دعمكم معانا بلايك وكومنت وشير، وخليكم معانا على كل المنصات اللي احنا موجودين عليها، وبنوعدكم ببودكاست ملهم مؤثر مفيد. 80% من وقتنا احنا بنبقى قاعدين جوه مباني دي ليها خدمات. عشان كده كان اول حلقه النهارده لازم نتكلم عن الفاسيلتي مانجمنت او اداره المرافق. وعشان نتكلم عن اداره المرافق لازم ندي الحق للشخص اللي قدر ان هو يوصل فكره الفاسيلتي مانجمنت لكل السوق العقاري. عشان كده تعالوا نتعرف على ضيفنا النهارده. أنا مهندس ياسر زنون، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر من 2018، سكرتير عام الجمعية المصرية لإدارة المرافق، مؤسس ومدير تنفيذي للشركة الأوروبية لإدارة المرافق المعروفة باسم فويس اوف اف ام. أنا اتشرفت إن أنا اشتغلت في السوق المصري والخليجي لمدة 23 سنة متواصلة، مش كلها فاسيلتي مانجمنت، فيها كونستراكشن وفيها خدمات. اشتغلت في مصر واشتغلت في قطر، اتشرفت إن اشتغلت في برو سيرفيس ابتديت حياتي فيها. رحت اشتغلت في الأفق فاسيلتي مانجمنت، واتشرفت جدا إن اشتغلت في كونتراكت فاسيلتي مانجمنت قبل ما افتح شركتي فويس اوف اف ام. اهلا مستر ياسر، شرفتنا. اهلا وسهلا بيك. مبدئيا خلينا نبدا في حاجه. فكره الفاسيلتي مانجمنت دلوقتي ككلمه بقت منتشره ما بين السيلز، كلنا بنقولها، فباختصار كده عايزين نعرف اصلا يعني ايه فاسيلتي مانجمنت. والله ده السؤال بتسأله للمرة المليون. حلو. وده سؤال العالمي دلوقتي في الفاسيلتي مانجمنت. فأنا بسأل أي حد بيسألني يعني إيه فاسيلتي مانجمنت، أنا بقول له يعني إيه فاسيلتي. دي تقدر تقولها ترجمة لكلمة بيلدينج، يعني مبنى، يعني منشأة، يعني بيت، يعني مصنع، يعني مطار، يعني مدرسة، يعني مستشفى. أي حاجة، أي بيلت انفايرمنت، أي مبنى تم بناؤه لغرض ما عشان يقدم خدمة أو يقدم أو يصنع برودكت، هو ده إحنا بنسميه فاسيلتي. فالفاسيلتي هي كل اللي انت شايفاه عنيك وانت ماشي في الشارع، سواء كان مبنى اداري، مبنى تجاري، ميكسد يوز فاسيلتيز، مستشفى، جامعه، نادي، مول، بيت، مجمع سكني، كل ده يعني ايه فاسيلتي. المشكله اللي كانت بتقابلنا يعني ايه فاسيلتي مانجمنت، علشان احنا بنختصر مهنتنا بنقول اللي هي اف ام، فكله مفكر ان احنا بنتكلم في راديو. حتى حماتي كانت بتقول لقرايبها اللي هي جوز بنتها شغال في الراديو، يعني شغال مذيع يعني. فلا، فاسيلتي مانجمنت اللي اختصارها اف ام دي يعني اداره مرافق او اداره منشات او اداره مباني. دي مهنتنا اللي احنا بنسعى ان احنا نوصل البنفيتس بتاعتها لاعلى ما يكون. انا عايز اجاوب على سؤالك بطريقه مختلفه شويه. لو احنا فكرنا قدامنا مستشفى او قدامنا جامعه او قدامنا مول تجاري او مبنى اداري، كل الانشطه اللي بتتم جوه المبنى، المستشفى كمبنى بيقدم خدمات صحيه، وكل الانشطه اللي بتتم جوه الجامعه كمبنى بيقدم خدمات تعليميه، وكل الانشطه اللي بتتم جوه المول كمبنى ترفيهي تجاري، وكل الانشطه اللي بتتم جوه اي مبنى اداري هي مقسمه لاثنين، يا اما كور بزنس اكتيفيتي يا اما نون كور بزنس اكتيفيتي. باختصار شديد الفاسيلتي مانجمنت هي النون كور بزنس اكتيفيتي لاي بزنس. الهدف للفاسيلتي مانجمنت او اهميه الفاسيلتي مانجمنت اللي احنا جايين نقولها النهارده في اي قطاع، مش بس القطاع العقاري، لاي قطاع صناعي تجاري سكني خدمي، احنا هدفنا اللي احنا نخلي العميل بتاعنا اللي هو الكور بزنس اكتيفيتي زي ما كنت بقول، اللي هو يركز في الكور بزنس اكتيفيتي. احنا بنشيل النون كور بزنس اكتيفيتي من اول السور بتاع المبنى، نظافه المبنى من بره ومن جوه، ودي حاجه اساسيه. سلامه المبنى، اداره الاصول نفسها كصيانه وكتشغيل كويس، اداره المسطحات الخضراء اللي احنا بنقول عليها اللاندسكيب، الري والزراعه والعنايه والشكل الجمالي بتاع المبنى، اداره الخدمات نفسها، الريسبشن بتاع المبنى، البيست كنترول، مكافحه افات الصحه العامه ودي حاجه مهمه جدا، تعقيم المبنى او تعقيم كل جزء في المبنى دي حاجه مهمه جدا جدا. دلوقتي احنا بقينا واعيين ليها علشان احنا بعد الكوفيد، لكن قبل الكوفيد احنا كنا بنشرح للناس يعني ايه كليننج، ويعني ايه هاوس كيبنج، ويعني ايه ديب كليننج، وايه فائده بتاعتهم، ويعني ايه التعقيم والتطهير غير النظافه. لكن دلوقتي الحمد لله الوعي ابتدى يزيد شويه نتيجه اللي احنا عدينا بالتجربه بتاعت الكوفيد. باختصار شديد زي ما قلت، الفاسيلتي مانجمنت مش راديو. الفاسيلتي مانجمنت هي النون كور بزنس اكتيفيتي لاي حاجه. الانشطه اللي احنا بنقوم بيها، احنا بنقدم خدمات الاوبريشن والمينتنس، بنقدم خدمات الهاوس كيبنج
لاي نوع من انواع المباني. بنقدم خدمات اللاندسكيب، بنقدم خدمات السكيورتي، بنقدم خدمات الكونسيرج او الريسبشن، بنقدم خدمات البيست كنترول، وبنقدم خدمات الثانيه اللي بخصوص المبنى. دي باختصار شديد جدا. يعني افهم من كلام حضرتك زي مثلا لو احنا ادينا مثال النهارده، لو بتكلم على مستشفى، فالمستشفى دي بتقدم خدمات طبيه، دي الكور بزنس اكتيفيتي، صح كده؟ غير بقى الخدمات الطبيه ده شغلك انت كفاسيلتي مانجمنت. بالظبط كده. الاداره الحديثه قدرت توفر للكور بزنس وقت ومجهود عشان ما يبتديش يفكر في ان النهارده المستشفى بتاعته نظيفه ولا لا، ما اشغلش بالي بالسكيورتي حاضر ولا لا، السكيورتي سيستم، التكييف، الكهرباء، الفاير الارم، الفاير فايتنج. الاكتر من كده اللي بيقدمه اداره المرافق لاي قطاع، انت بتهتم جدا بالكومبلاينس. انت عندك قوانين ولوائح وتشريعات، قوانين احيانا بتلزمك، والريسك بتاع الفاسيلتي مانجمنت لو انت ما التزمتش بالقوانين دي. ابسط مثال الدفاع المدني، لما بيجي يعمل عليك اوديت علشان يشوف المبنى متوافق مع تشريعات الدفاع المدني المصريه ولا لا، ف99.9 من السيرفي بتاع الدفاع المدني هو فاسيلتي مانجمنت، جاي يشوف سلامه وصحه المبنى، هل المبنى فت ولا لا. لا قدر الله لو حصل حريق المبنى هيعرف يديتكت الحريق ده ولا لا، هيعرف يكافح الحريق ولا لا، المبنى ده يصح للوصول ليه ولا لا، البوابه بتاعته جاهزه ولا لا عشان يستقبل عربيه الاسعاف او عربيه المطافي، المبنى ده لو حصل فيه اي مشكله هيعرف نعمل له ايفاكويشن، اخلاء للمبنى ولا لا. الكلام ده كله لو مش موجود مش هتاخد رخصه التشغيل، وهتقفل المستشفى، والبيزنس بتاعك هيكون في خطر. الاكتر من كده كمان ان الايمج بتاعتك انت كبزنس برضو واقفه على شكل وسلامه وصحه المبنى اللي انت فيه. فالهدف من الفاسيلتي مانجمنت زي ما انا قلت وزي ما انا هتلاقيني بكرر اكتر من مره، احنا بنحب نقول الكور بزنس اكتيفيتي يركز في شغله، واحنا الهدف بتاعنا اللي احنا نعمل امبروفمنت للكور بزنس اكتيفيتي. تاني حاجه بنعمل امبروفمنت للليفل اوف كواليتي اوف لايف. احنا محتاجين الناس اللي قاعده جوه المباني بغض النظر عن نوع المباني، محتاجين الناس اللي قاعده جوه المباني تقعد في مكان صحي نظيف امن بنسبه 100%، قادر يواجه اي مخاطر سواء كانت مخاطر طبيعيه او غير طبيعيه. زي ما انا بنقول المبنى فت او المبنى بيساعدني. حلو قوي، ده باختصار شديد جدا. شكرا يا دكتور. طيب دي نقطة مهمة احنا اتكلمنا عنها، هي فكرة يعني ايه إدارة مرافق. ده نقطة مهمة كان أغلب السوق العقاري محتاج يفهمها، بس احنا عايزين نخش أكتر في صلب المجال العقاري. ازاي أنا كفرد من المجال العقاري استفيد من الفاسيلتي مانجمنت، سواء كنت مطور أو مسوق أو حتى عميل بشتري حاجة. ازاي أنا أقدر أوجه إدارة المرافق أو الفاسيلتي مانجمنت في المجال العقاري؟ هستفيد منه ازاي؟ وازاي اقدر احط انا كسيلز مثلا في العقارات، احط الفاسيلتي مانجمنت هي يونيك سيلينج بوينت او نقطه مهمه جدا في البيع بالنسبه لي. والله خليني اشكرك على السؤال واشكرك على الاهتمام، لان رسالتنا في اداره المرافق هي مهمه لكل القطاعات. ولما نيجي نقول حلم اي انفستور او حلم اي بزنس اونر او حلم اي حد عنده عقار او قاعد في عقار، ان هو التكلفه التشغيليه بتاعه العقار المبني ده تكون اقل ما يكون اذا ما كانتش صفر. انا وانت لما نحب نشتري عقار ادور على طول على التكلفه التشغيليه، ما ادورش بس على الانيشال كوست او التكلفه المبدئيه او سعر البيع. المبنى ده هيكلفني كام في تشغيله؟ المبنى ده هيكلفني كام في تشغيله؟ على طول بفكر في مصاريف الطاقه، في الفواتير اللي هدفعها كل شهر للطاقه وللميه وللصيانه وللنظافه والبيست كنترول وكل الخدمات دي كلها. اذا ما كانش المبنى ده تصميمه بيساعدني ان انا ادي الخدمات، اذا ما كانش المبنى ده مبني ومستعد اللي هو يقدم الخدمات دي كلها، انا بواجه صعوبات شديده جدا. الفاسيلتي مانجمنت لما تكون موجوده معايا وانا ببيع المبنى ده او انا بشتري حتى المبنى ده، يعني انا بنصح كل حد بيشتري مبنى يفكر كبياع. تمام. يفكر وانا لما هاجي اعمل ريسيل للمبنى بتاعي، هاجي اعيد بيعه تاني، هبتدي اجر المبنى بتاعي، انا هبيع اصلا الخدمات مش هبيع المبنى. ودايما نقطه الخلاف اللي ما بيني واي حد شغال في الريل استيت، انا بقول له انت مش بتبيع مكتب، انت مش بتبيع مطعم، مش بتبيع يونت، مش بتبيع وحده، مش بتبيع شقه او فيلا، انت بتبيع لايف ستايل. انت موجود في مبنى، انت ممكن يكون عندك مبنى او مكتب 100 متر في مبنى، المبنى اللي جنبيه نفس ال 100 متر ونفس الواجهه ونفس اللوكيشن ونفس اليونيك لوكيشن ونفس كل حاجه، ولكن ما يميز الوحده بتاعتك عن الوحده الثانيه اللي موجوده في المبنى اللي جنبيك هي الخدمات اللي انت بتاخدها. شكل المبنى وانت بتوصل له شكله عامل ازاي، المبنى فت ولا لا عشان يخدمك، لو انت حبيت تغير النشاط، لو حبيت ترخص النشاط بتاعك، اول حاجه بيبتدي يفكر انت موجود فين، العياده بتاعتك موجوده فين، المكتب بتاعك موجود فين، المطعم بتاعك موجود فين. لو انت رحت ترخص لاي بزنس لاي شغلانه انت عايز تروح تعمل الترخيص بتاعتها، هيسالك فين الخدمات بتاعتك، فين الفاير الارم، فين الفاير فايتنج، فين الاكسس المبنى بتاعك، فين المخرج بتاع الطوارئ، المبنى بتاعك مين اللي بيديره، مين اللي بنيه، استعداد المبنى لحالات الطوارئ شكله عامل ازاي. فانا بقول لاي حد بيشتري
انا مش هفكر في اللي بيبيع دلوقتي، انا هفكر في اللي بيشتري عقار، يفكر كانه هيبيعه بالظبط، يفكر في كل المميزات دي كلها، ما يفكرش بس في مساحه العقار او في المكان بتاع العقار. طيب هاخد بس من نقطه السؤال ده نقطه مهمه شويه يمكن العملاء بتهتم بيها. يعني عميل قال لك انا ازاي هفرق ما بين مشروع ومشروع، او اي منتج بشتريه سواء سكني او تجاري او اداري من خلال فاسيلتي مانجمنت. ايه النقط الاساسيه اللي حضرتك بتنصحها للعميل او للسيلز ان هو لما بيشوف ماستر بلان لاداري او تجاري، نقط اساسيه ممكن حضرتك تحددها نقدر نبص عليها نحدد ان كان المشروع ده فعلا هو مستعين باداره خدمات المرافق وواخد برضو النقط المهمه بتاعتها وماشي عليها، ولا سايبها لما بعد التسليم، فبالتالي ده هيرجع باثر سلبي شويه على المشروع. ده هيرجعني تاني النقطه اللي بتكلم فيها، انا مش عايز ابيع يونت او مش عايز اشتري يونت، انا عايز اشتري وابيع لايف ستايل. بالظبط. فانا لما هشوف شقتي هشوفها موجوده فين، هشوف اللاندسكيب بتاعي شكله عامل ازاي، انا هسال اللي بيبيع لي او هبيع للي بيسالني، هبيع له ازاي انا هخدم، ازاي انا هوصل لك اللاندسكيب اللي انت شايفه اللي قدام الفيلا ده، او اللاندسكيب اللي موجود، او هقول لك هبيع لك المبنى ده شكل الواجهه بتبقى شكله بتبقى عامل ازاي من خلال اداره المرافق. يعني ايه الضمانه اللي الوحده بتاعتي تفضل بنفس سعرها وما يقلش سعرها، او بمعنى اصح ايه الوحده بتاعتي انا يزيد سعرها، هي اداره المرافق. عشان دي الخدمات اللي بياخدها بعد ما بيستلم الوحده مش قبل ما يستلم الوحده. اوكي، حلو قوي. طب يا مستر ياسر، كان في حاجه من الحاجات الجميله اللي احنا اتعلمناها من حضرتك، لايف سايكل بتاع اي مشروع في الدنيا من اول الفكره لغايه ما المشروع يتسلم ويبقى قابل للتشغيل. فدي من الحاجات اللي اتعلمناها من حضرتك، فعايز اعرف منك دلوقتي نسلط الضوء تاني على الفكره دي وشرح مبسط قوي لدوره حياه المشروع او اللايف سايكل بتاع المشروع. طبعا ده برضو سؤال احنا يعني بنهتم بيه، وعلى طول قبل ما نجاوب على السؤال ده بنشوف المبنى عباره عن ايه اصلا. يعني لو احنا قلنا احنا عايزين نبسط المبنى لاي حد، يعني مش عايز حد يشوف مطار كبير قوي يقول ده مبنى معقد، ويشوف فيلا سكنيه يقول دي مبنى مش معقد او مبنى سهل. الفكره بالنسبه لنا مش حجم المبنى على الاطلاق، او كل واحد الفاسيلتي هو الفاسيلتي. انا كحد شغال في الفاسيلتي مانجمنت، انا المباني كلها عندي بني ادمين. فانا لما بشوف مبنى انا بشوف بني ادم. احيانا بيبقى مبنى صغير فبشوف بني ادم صغير، مبنى كبير جدا فانا بشوف بني ادم كبير جدا، مبنى ضخم. واحيانا بشوف العقار ده بشوفه فلوس مترصصه فوق بعضيها، لان انا عندي فاليو عاليه شويه ناحيه الفلوس، فيا اما بشوفه بني ادم يا اما بشوفه فلوس. بس انا عايز ابسط لاي حد بيشوف اي مبنى في الدنيا، اي مبنى بغض النظر عن نوعيته او قديم او جديد او مبنى حلو او وحش، هو عندي 3 اجزاء ما لهمش رابع. الجزء الاولاني اللي هو الاستراكشر كومبوننتس، اللي هو الاساسات اللي بتبقى تحت الارض، والاعمده والخرسانه والاسقف اللي بتكون او بتشيل المبنى او بترفعه من على الارض وبتحميه من المخاطر الطبيعيه. الجزء الثاني اللي هو نون ستراكشر كومبوننت، اللي بيشمل الحوائط، الشبابيك، البيبان، المدخل، المخرج، كل ما هو نون ستراكشر كومبوننت. الجزء الثالث وهو الاهم، وهو احيانا اللي بيفرق ما بين مبنى سمارت بيلدينج او نون سمارت او تراديشنال بيلدينج، اللي هو السيستمز الموجوده جوه المبنى. بدايه من منظومه الكهرباء، تغذيه المبنى بالكهرباء وصولا لاخر لمبه موجوده فوق في الروف. بدايه برضو من منظومه تغذيه الميه للمبنى، نظام الفاير فايتنج، منظومه مكافحه الحريق، الفاير الارم سيستم، الانذار المبكر للحريق، الاكسس كنترول سيستم، السي سي تي في سيستم، الاتش في اي سي سيستم، احنا بنحب نقوله اتش في اي سي، ولكن هو منظومه التكييف والتهويه والتسخين الخاصه بالمبنى اللي هي مسؤول على، احنا بنقول عليها سيستم تكييف لكن هو سيستم بيعمل اتش في اي سي. فالمبنى زي ما قلت هو مكون من ستراكشر كومبوننت، نون ستراكشر كومبوننت، والسيستمز. ده مكونات المبنى. المبنى اللايف سايكل بتاعه او دوره حياه المبنى احنا بنحب برضو نوضحها. المبنى بيبقى عباره عن فكره، انا عايز اقدم خدمات صحيه، انا عايز اعمل مستشفى فيها 100 سرير، انا عايز اعمل مول تجاري اداري، يعني ميكسد يوز فاسيلتيز. بيبدا بمجرد فكره عند المستثمر، بيبتدي يجيب الاستشاري ويجيب يقول له انا عندي الفكره كذا، فادرس لي الدراسه الماليه والاقتصاديه، شوف لي انا هبقى ناجح ولا لا لما هعمل المبنى الفلاني في المنطقه الفلانيه. على طول هيرد عليه يقول له انت مستهدف انهي فئه، فبينتهي النقاش ان هم هيستثمروا في العقار ده او في المبنى ده، فبالتالي بيتم عمل تصميم للمبنى. بعد ما بينتهي تصميم المبنى طبعا بيشمل كل حاجه في المبنى، ابعاده، بيصمم طبعا الاستراكشر كومبوننت ويصمم نون ستراكشر كومبوننت، وبيصمم السيستمز كلها سواء من تكييف لكهرباء لصرف صحي لتغذيه الميه للفاير فاير فايتنج والفاير الارم. بعد ما ينتهي مرحله التصميم بيبتدي مرحله التنفيذ، فيبتدي بقى هنا المعدات تنزل على الارض، لان هم عارفين هيحفروا على عمق قد ايه وهيحطوا اساسات
شكلها عامل ازاي، مكونات الاساس شكلها عامل ازاي، هيعملوا كام دور بيزمنت، هيعملوا كام دور فوق الارض، هينفذوا اللي اتصمم. في المرحله دي مرحله كمان بتشتغل معاها مرحله المونتر كنترول، اللي انا عندي حد بيراقب التنفيذ عشان يشوفوا انا تابع للتخطيط ولا لا. بعد مرحله التنفيذ والموتور كنترول بتبتدي مرحله الكلوزنج او مرحله تسليم المبنى. بيبتدي الاستشاري يقول انا الحمد لله صممت المبنى واشرفت على تنفيذه، وادي المبنى اهو زي ما كنت وعدك. بيكلم المستثمر او بيكلم صاحب العقار، والمقاول يقول قد تم تسليم العمل كما يجب ان يكون. حلو. وانا نفذت التصميم. موردين الانظمه كلهم بيبقوا وردوا الانظمه وجربوها وشغلوها. ينتهي الكلوزنج بمرحله اللي احنا بنسميها تيستنج وكوميشننج، اللي هي الاسم الصح ليها تيستنج ادجستنج اند بالانسنج. ودي بنسلم فيها الانظمه اللي جوه المباني للمشغل عشان يبتدي يعمل عمليه تشغيل. التراديشنال سوليوشن بتاعتنا اللي احنا بنخش وقت ما الراجل ده بيسلم شغله بنستلم منه المبنى علشان احنا نعمل عمليه الاوبريشن بتاعتها. انا عايز اضيف هنا قبل ما هروح للنقطه الثانيه، لما اعمل المبنى اوبريشن ولما اعمل له مينتننس، مش معناها الاوبريشن والمينتننس اللي يجوا في بال اي حد بيتكلم في اوبريشن ومينتننس. معنى ان انا بعمل المبنى اوبريشن معناها ان انا بشغل المبنى لتحقيق الهدف، زي ما انا بالظبط بسوق العربيه بتاعتي بعد ما بستلمها من عند البياع. فانا بسوق العربيه عشان انا شاري العربيه علشان اسوقها وتوصلني. المينتننس للمباني زي المينتننس للسياره بالظبط، الخدمات اللي انا بعملها علشان اادي الخدمه بتاعتي. فكلمه المينتننس هنا هي الفاسيلتي مانجمنت. لما اجي اعمل اوبريشن ومينتننس المبنى، يعني بعمل اوبريشن وبعمل فاسيلتي مانجمنت للمبنى. المينتننس هنا تعني كل الخدمات اللي بتتم جوه المبنى، بدايه من السكيورتي لللاندسكيب للهاوس كيبنج للاوت دور والاندور، لخدمات التعقيم لكل الاماكن، لخدمات الصيانه بقى. لو احنا دخلنا تكنيكال، الصيانه الوقائيه والصيانه العلاجيه وصيانه الطوارئ. وهنحاول ان شاء الله في اكتر من حلقه بعد كده نوضح الفرق ما بين كل مصطلح. مش عايز حد يركز قوي في الترمينولوجي اللي احنا بنستخدمها، انا عايزكم تركزوا قوي في الترمينولوجي اللي احنا محتاجينها علشان نفهم العقار. فبعد ما بخلص مرحله الكلوزنج، التراديشنال سيستم اللي انا او السوليوشن اللي احنا بنقدمه كان التراديشنال اللي انا بروح لوقت التسليم بالظبط، بروح استلم العربيه او بروح استلم المبنى بعد ما حصل له ديزاين وبعد ما حصل له كونستراكشن، بروح في مرحله الكلوزنج. بس احنا ما بنقولش الكلام ده دلوقتي خالص، احنا عايزين نبقى موجودين او الفاسيلتيز مانجمنت تبقى موجودين في مرحله الديزاين، علشان احنا بنقول للديزاينر اعمل حسابك ساعه التشغيل انا محتاج المواصفات الفلانيه في المبنى. احنا بنشوف كل مبنى في حاله الطوارئ، بنشوف كل مبنى في حاله الامرجنسي، بنشوف كل مبنى في حاله الايفاكيويشن. بيبقى لينا بعض التوصيات اللي احنا بنقولها للديزاينر، وبينا بعض التوصيات اللي احنا بنقولها للكونتراكتورز علشان المبنى ده ينفع يبقى قابل للتشغيل. مبنى سستينبل زي ما احنا بنقول. وسستينابيلتي هنا مش معنى بس ان انا بستخدم مواد مستدامه او بعمل كونستراكشن بطريقه مستدامه، انا بدور على السستينابيلتي للبزنس عموما. لان واحده من الخدمات اللي احنا بنقدمها لاي بزنس اللي احنا بنعمل بزنس كونتينيوتي بلان، وبنعمل ريسك اسسمنت بلان، وبنعمل سيفتي بلان. كل ده علشان السيستم او علشان العقار او علشان البيزنس اللي ورا العقار ده يفضل شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنه. حلو قوي ما شاء الله. حتى يعني غنيه جدا بالمعلومات، واي ثينك هيطلع منها في الحلقه دي يعني. هو في سؤال جالي في الدكتور بيتكلم على احنا بنتكلم الفاسيلتي بيبتدي من اول الحفر للمشروع لما بعد التشغيل. تمام. فظهر سؤال مهم جدا لازم نساله، لو مش موجود الفاسيلتي مانجمنت في حياه دوره العقار هيكون مصير العقار ايه؟ والله التجربه يعني احنا طول حياتنا يعني لغايه من 3-4 سنين لغايه يعني خلينا انا مش بشتكي يعني، بس هي تطور المهنه، مستوى نضج السوق، الماتيوريتي بتاعت السوق المصري الحمد لله بقت احسن شويه. احنا دلوقتي احنا كنا رايحين في اللي بنروح للعملاء نقول لهم لازم تكلمونا لما تيجوا تصمموا، لازم تكلمونا لما تيجوا وانتوا بتعملوا انشاءات، هاتونا معاكم في مرحله استلام المبنى من المقاول والاستشاري، نكون عضو في لجنه الاستلام على الاقل. طبعا كان الناس عايزه توفر فلوس وعايزه توفر مهندسين واستشاريين، ما كانش حد بيكلمنا. لكن انا شايف ان الماتيوريتي بقى لنا 3-4 سنين، المطورين العقاريين الكبار بيجوا يخبطوا على الباب عندنا، تعالوا يعني خليكم بارتنرز معانا، شوفوا المبنى وهو بيتصمم لو ليكوا اي ملاحظات، تعالوا زوروا المبنى اثناء مرحله الانشاء لو ليكوا اي ملاحظات، علشان هو وده هيوفر ليه هو كمطور وكعميل. والدليل الري انجينيرنج اللي بيتعمل لكل المباني اللي بتتبني من وقت ما ابتدينا مباني لغايه النهارده، اي ري انجينيرنج بيتعمل واي ريكونستراكشن بيتعمل جوه المباني هو بيحل مشاكل التشغيل. تمام. طيب احنا هنخش على الفقره الثانيه
الخاصه بالبرنامج بتاعنا، وهي فكره مصطلحات خاطئه احنا بنحاول نصححها. فاحنا ممكن نبدا ببعض الاسئله احنا شايفينها من وجهه نظرنا في السوق، ممكن ناس بتقولها ممكن تكون بطريقه صح او بطريقه غلط. حضرتك دورك ان انت توضح لنا هي فعلا صح ولا غلط، والصح بتاعها هيكون ايه. فممكن بهاء يبدا معنا اول سؤال نقدر نشوف طبعا. الصح ولا الغلط. واحنا دلوقتي في السوق البياعين في كلمتين مشهورين قوي، كلمه فاسيلتي مانجمنت وكلمه بروبرتي مانجمنت، ودايما الكلمتين دول منتشرين ما بين البياعين. فعايز اعرف ببساطه كده، الفاسيلتي مانجمنت هي البروبرتي مانجمنت؟ اكيد لا، كان المصطلحين يختلفوا تماما. الفاسيلتي مانجمنت هي النون كور بزنس اكتيفيتي لاي اندستري، لاي صناعه، واحنا قلنا اللي هي تشمل الاوبريشن والمينتنس، تشمل الكلينينج، تشمل البيست كنترول، تشمل اللاندسكيب، تشمل السكيورتي. ودي انا بخدم فيها العقار، ودي بقى انا بخدم فيها مالك العقار او مستخدم العقار او حتى الاوديتور اللي بيخش جوه العقار. انا هدفي ان انا المكان يبقى امن من كل المخاطر الطبيعيه والغير طبيعيه، المبنى يبقى نظيف، المبنى يبقى صحي، المبنى ما يبقاش زي ما احنا بنقول سيك بيلدينج، يعني ما يبقاش مبنى مريض بيصيب كل من ياتي يزور هذا المبنى بالمرض. يعني نظام التكييف بتاعه مش صحي، النظافه فيه مش قد المستوى المظبوط، الهيجين بتاع المبنى مش كويس. ده الهدف بتاع الفاسيلتي مانجمنت. الهدف بتاع البروبرتي مانجمنت اللي هو الراجل شاري العقار عشان يستثمره، علشان يكون الار او اي بتاعه اعلى ما يكون. فالراجل شاري العقار ده محتاج معاه حد يشتغل، يعمل له ليزنج، يعمل له رينتنج للمبنى، يختار له احسن حد يسكن، يختار له احسن براندات، وبعد كده يدير المبنى بشكل كويس، يدير استهلاكات المبنى، يحل مشاكل المبنى، يحل مشاكل التننتس الموجودين، يحل مشاكل العملاء. فده مجال شغل وده مجال شغل، المجالين بيكملوا بعضيهم. دايما الخناقه اللي عندنا في الفاسيلتي مانجمنت، هل الفاسيلتي مانجمنت جزء من البروبرتي مانجمنت ولا البروبرتي مانجمنت هي الجزء من الفاسيلتي الخناقه اللي مانجمنت؟ موجوده دايما الخناقه خلينا نتخانق فيها. يعني المدرسه اللي احنا شغالين فيها البروبرتي مانجمنت جزء من الفاسيلتي مانجمنت. عند مدرسه ثانيه قال لي لا، انت بالنسبه لي الكوست، لو اللي عايزين شاطرين في الحسابات هتلاقي البروبرتي مانجمنت يساوي الفاسيلتي مانجمنت زائد البروفيت. فانا جوه المعادله بتاعت البروبرتي مانجمنت، لان هو بيخصم مصاريف الفاسيلتي مانجمنت من عائد العقار بتاعه. فانا لو عندي عقار باجره باكس كل شهر، العقار ده بيكلفني واي، فالمعادله بتاعت البروبرتي مانجمنت هي اكس ناقص واي. فعشان كده في تداخل في الشغلانتين. لكن انا اقدر اقول ان احنا المهنتين هي يتكاملوا مع بعضهم. لو انا عندي بروبرتي مانجمنت شاطر هيختار فاسيلتي مانجمنت شاطر، ولو عندي فاسيلتي مانجمنت شاطر هيختار بروبرتي مانجمنت شاطر. العائد من الاستثمار في العقار هو بيظهر عند البروبرتي مانجمنت. طب الشكل المثالي ليها مين بيبدأ الأول؟ مين دوره الأول؟ مين هيستفيد من المبنى؟ هو ده الحل عندي. اليوزر بتاع المبنى لازم اعرف اتوقع اولا هو محتاج ايه او النيدز بتاعته ايه. لو انا بتكلم انا العقار ده او اليونت بتاعتي دي هيتعمل مطعم، المطعم ده احتياجاته ايه؟ لما اجي انا اشتري مطعم او ابيع مطعم، لما اجي انا هستخدمه انا محتاج ايه في المطعم؟ ايه الباك اريا اللي انا محتاجها؟ ايه المساحات المظبوطه اللي انا محتاجها؟ ايه الاوت دور اللي انا محتاجه؟ ايه الان دور اللي انا محتاجه؟ ايه الفاسيلتيز اللي موجود مطلوبه للمطعم؟ ده الراجل اللي بيفكر على طول فاسيلتي مانجمنت علشان ياخد التراخيص والكلام ده كله. هتلاقي البروبرتي مانجمنت هو بيفكر في نفس المساحه دي هجيب ليها براند ايه؟ اوكي. هجيب ليها مين اللي هيأجرها؟ مين الزبون بتاعها؟ ايه التارجت اودينس بتوعي؟ العقار ده موجود فين؟ مين الفئه اللي موجوده ساكنه في المنطقه دي؟ هل العقار ده ناس هتسافر لي تيجي تقعد عند المطعم ده ولا هيكون قريب مني فهيجي لي؟ فده تفكير الفاسيلتي مانجمنت وده تفكير البروبرتي مانجمنت. الاثنين بيتكاملوا مش بيتعارضوا يعني. طب هناخد من السؤال اللي احنا كنا سالناه قبل كده فكره اهميه الفاسيلتي مانجمنت في المبنى نفسه. سؤال مهم جدا لازم نساله، هل اداره الفاسيلتي مانجمنت بتؤثر او لا تؤثر بشكل مباشر على الايرادات الخاصه بالمبنى؟ خلينا نقول انا دايما لما اجي اجاوب على سؤال زي كده او مصاريف المبنى، يعني خلينا اوضحها اكتر. يعني هل انا لو انا دلوقتي شركه عندي مبنى وحاطط فيه معداته، سواء بقى التكييفات سواء اي حاجه تخص تشغيل المبنى، مظبوط، المنتج ده لو انا كشركه جايب المنتج ده منتج كويس يعيش معايا مده عمر اكبر، هل ده انا كفاسيلتي بتدخل فيه في اختياره؟ ولو دخلت في اختياره الافضل ان انا لما بكون بجيب حاجه عمر اطول ده بسعر اغلى، هل هيأثر عليا ولا هيفيدني؟
خلينا نجاوب باختصار شديد جدا. الفاسيلتي مانجمنت على طول هي كوست وهي كوست اوف اوبريشن. دي دايما هتطرحها من الريفينيو بتاعك. كل ما يكون الكوست بتاعك عالي كل ما يكون البروفيت بتاعك اقل. فدايما حلم اي مستثمر زي ما انا قلت اللي هو يكون عنده مبنى الكوست اوف اوبريشن بتاعته اقل ما يكون بالظبط. وده بيخليه يروح للانيشال كوست بتاع المبنى. هل انا وانا ببني المبنى وانا بصممه هل انا بفكر في الاوبريشن فيز ولا بس بفكر ان انا ابني مبنى باقل الاسعار باعلى جوده؟ بالزبط. دايما في السلكشن لما نيجي نختار او نيجي نساعد المستثمر يختار انظمه انا مش بفكر في الانيشال كوست قد ما بفكر في الاوبريشن كوست. فدايما بستثمر في الانظمه بالزبط. المستدامه. الانظمه دايما انا بسميها بفكر في الاوبريشن كوست مش في الاوبريشن كوست مش بس الانيشال كوست. حلو قوي. وافكر في كمان انا عايز اضيف مصطلح ده اللي عايز اخلي الناس تحفظه. انا عايز اعمل عقود ذكيه. لما تيجي تختار سيستم تكييف تعاقد على التكييف وعلى التوريد والتركيب وعمل الصيانه بتاعته وتوفير قطع الغيار بالظبط. وشوف الاجمالي توتال لايف سايكل كوست شكلها عامل ازاي. التكلفه التشغيليه الاجماليه للمبنى خلال عمر المبنى مش بس خلال فتره التوريد والتركيب. افكر في ال 20 سنه 30 سنه استهلاك الكهرباء للمعده دي قد ايه؟ استهلاك الكيميكال للمعده دي قد ايه؟ احيانا احنا عندنا ماكينات. ممكن ده مثال عملي يعني لو انت ليه بخيل علينا ادينا مثال عملي ممكن الناس تتخيل فيها. يعني اللي مثالين حاجتين. حد مثلا بدون ذكر اسماء ممكن شركات بس هل ممكن مبنى انا دخلته كفاسيلتي مانجمنت ساعدني ان انا اطول العمر الافتراضي للعقار والكوست بتاعي بقى اقل ومبنى تاني قدر ان هو استرخص في البدايه في المواد اللي هيشتغل بيها او المعدات فده اثر عليا بالسلب في الكوست بعد كده معايا. والله المشاكل اللي احنا بنشوفها في مشاكل ينفع تتلحق. يعني احنا لو لقينا مبنى تم تصميمه بنظام اضاءه غير مستدام فاحنا سهل نغير وحده الاضاءه او صعوبتها مش حاجه هتعجزنا اللي احنا نقدم فيها. فعلى طول بنقدم انرجي مانجمنت بروجرام وبنقدم الار او اي بتاعه وبنبتدي نغير في انظمه الاناره او انظمه التحكم في الاناره علشان تبتدي توفر لي في الانرجي فبالتالي توفر لي في الكوست. لكن في تجارب سيئه جدا. احنا دخلنا لقينا ناس مصممه مباني بانظمه تكييف لا يمكن طبعا ان انا استثمر هعيد استثمار تاني هركب تكييف تاني من نوعيه تانيه. احيانا بيكون منظومه التكييف موجوده في البيزمنت فما بقدرش اغيرها احسن منها ماشي او تكون موجوده على الروف. انظمه التكييف دي يكون معتمده على الكهرباء بنسبه 100% فبالتالي الاستثمار اثناء التشغيل فواتير الكهرباء تبقى عاليه جدا. الانظمه الجديده اللي هي انظمه مستدامه اللي بتعتمد على الغاز الطبيعي نظرا اللي هو غاز طبيعي فهو موفر للطاقه موفر في التكلفه ما بيعتمدش على الكهرباء بشكل كبير جدا فده نظام مستدام. انا بنصح دايما بالانظمه المستدامه وقت الشراء كمان مش بس في الاستخدام. ده بيجي في مرحله الاوبريشن بيبقى اسهل في مرحله الاوبريشن. اللي احنا عايزين نضيفه كمان النهارده زي ما قلنا السمارت كونتراكتس السمارت سيستمز. لو انا هبتدي افكر في مبنى في حاله التشغيل يبقى لازم افكر هشغله ازاي. ولو حطيت السمارت سيستم جوه المبنى هيساعدني ازاي في ادارته هيساعدني ازاي حتى في اعاده بيعه. السمارت سيستم مش بس بتعمل لي لاكجري في الاستخدام ان انا ادوس على الزرار او المبنى يبقى عارفني او الاكسس كنترول بيتعرف على الحاضرين او الكاميرات بتاعتي شغاله او السيستم التكييف بتاعي بيشتغل على قد اللود بالظبط او سيستم الاناره بتاعي بيشتغل على قد الحاضرين بالظبط. انا بتكلم عن سمارت سيستم هو كمان بيساعد الفاسيلتي مانجمنت اللي هو يعمل اداره وتشغيل باقل تكلفه تشغيليه. فلو اللي بيعمل العقار او بيعمل فاسيلتيز وما ما كانش بيفكر في قبل كده في السمارت سيستم عشان تخش كسيستم من ضمن الانظمه لا انا بقول له يعيد التفكير تاني. يبقى انا بعيد النهارده التوصيه اللي احنا نستغل السمارت سيستم والسمارت كونتراكتس في بقيه الانظمه. بالظبط. طيب حلو قوي. ومن حضرتك كنت بتشرح من شويه كنت دايما بتقول مصطلح فكره مباني مستدامه او مبنى مستدام. فعايز اعرف ايه هو صفات المبنى ده وهل المباني المستدامه دي لو انا عندي مبنى مستدام هقدر استغني بقى عن فكره الفاسيلتي مانجمنت ولا لا؟ والله المبنى المستدام لما نيجي نقول مستدام ونيجي نقول استدامه على طول هنفتكر الامم المتحده والقرارات بتاعتها والاهداف ال17 بتوعنا الاس دي جيز. الاستدامه مش بس ان انا اصمم مبنى مستدام ومش بس احط معايير الاستدامه اثناء التصميم ومش بس ان انا اصنع المبنى او اعمل كونستراكشن المبنى بطريقه مستدامه وازاي انا اوفر في الموارد وازاي انا استخدم موارد يمكننا اعاده استخدامها اعمل ريوز وازاي اعمل لها ريديوس ومدارس بتاعت الاستدامه. ولكن الاستدامه اذا ما كانش الراجل بتاع الفاسيلتي مانجمنت سواء كان ان هاوس او اوت سورس تيم في الفاسيلتي مانجمنت عارف الفاسيلتيز اللي موجوده عندك في المبنى وقادر يستغلها كويس وبيدور المبنى بتاعك بطريقه تشغيل مستدامه كل المجهود ما حصلته في الاخر هتساوي صفر.
لان لو احنا رجعنا الداتا اللي بتجي لنا من الامم المتحده او رجعنا من الداتا اللي بتجي لنا من كل المنظمات الجرين بيلدينج كونسلز اللي موجوده على مستوى العالم، المباني السكنيه او غير السكنيه بتساهم في الانبعاثات الكربونيه بنسبه يعني 40% او 39%. فده بيحط عبء على العاملين في مجال التشغيل والصيانه او العاملين بمجال الفاسيلتي مانجمنت، اللي هو التشغيل بتاعنا لازم ناخد بالنا يبقى تشغيل مستدام، الاوبريشن والمينتنس بتاعنا يبقى يعني بطريقه مستدامه، الماتيريال اللي احنا بنستخدمها برضو تبقى ماتيريال كلها مستدامه، المقاولين اللي احنا شغالين معاهم والموردين اللي احنا شغالين معاهم يبقى كلهم عندهم الاستدامه كمبدا وكلايف ستايل عشان اقدر اقول ان انا عندي مبنى مستدام. لكن اعتمادي على الاستشاري فقط لديزاين مبنى مستدام، واعتمادي على الكونستراكشن اللي هو يستخدم مواد مستدامه ونعرف نعمل لها ريوز في اي وقت، اذا ما كانش الكلام ده هيكمل كمان بفاسيلتي مانجر واعي يعني ايه استدامه وعارف يطبق المشاريع او الثمان توصيات اللي احنا بنستخدمهم، سواء كان الويست مانجمنت، سواء كان انرجي مانجمنت، سواء كان ووتر مانجمنت، كل المشاريع اللي احنا بنعملها كفاسيلتي مانجرز عشان نخدم العقار لتحقيق مبادئ الاستدامه او تحقيق البوليسي بتاعت الاستدامه، مش هيكون ليه معنى التصميم او الكونستراكشن. اخر حاجه نختم بيها الفقره دي هي الكلمه اللي دايما بتأرق اي عميل، وديعه الصيانه. وديعه الصيانه يعني هي صداع في دماغ كل عميل بيفكر يشتري حاجه سواء سكني او تجاري او اداري. ايه اهميه وديعه الصيانه؟ وهل وديعه الصيانه دي يمكن احنا بنتكلم في صح وغلط، هل هي اداه فعلا العميل شايفها دايما ان هي اداه بيقدر المطور بيها كل شويه يقول فيه فروق صيانه فروق صيانه فروق صيانه؟ ازاي اقدر انا كفاسيلتي مانجمنت اوضح ليه المجال العقاري بشكل عام؟ يمكن عايزين نخلي الفيديو ده يكون مثال لكل اللي عاملين في المجال العقاري. هل وديعة الصيانه اهميتها ايه عليا كمطور وكعميل؟ خلينا اقول، مش عايز اقول يعني ايه وديعه، كلنا عارفين يعني ايه وديعه، وكلنا اكترنا عارفين بنحط ودايع في البنوك، وانا بنتظر من الودايع دي كلها اللي هي تفضل هي قيمه الوديعه زي ما هي، انا بنتفع بقيمه الفايده في الوديعه. انا عايز الناس تبص للعقار زي ما انا ببص له كده، انا العقار ده عباره عن وديعه، هو ده الاستثمار بتاعي. الاستثمار بتاعي عايز بعد كده بعد مرحله التسليم عايز له خدمات، الخدمات دي عايزه فلوس. فاذا ما كانش عندي انا استثمار بيجيب لي فلوس عشان اعرف اصرف على المبنى، قيمه المبنى بتضمحل، الاسد حاله المبنى بتضمحل. كلنا شايفين، يعني انا اسف هقول، كلنا شايفين مجمع التحرير شكله عامل ازاي. ده لان ما كانش فيه فاسيلتي مانجمنت مظبوط. كلنا شايفين المباني القديمه، كل البيوت القديمه كده فعلا شكلها عامل ازاي كده، عشان ما فيش فاسيلتي مانجمنت وما كانش فيه وديعه صيانه او وديعه فاسيلتي مانجمنت موجوده. وديعه الفاسيلتي مانجمنت هي فلوس بتتاخد من العميل بصفه امانه بياخدها المشغل، مش عايز اقول مطور لان هو مطور بيبقى مسؤول عن جمعها، لكن اللي هيبقى مسؤول بعد كده عن اداره الوديعه دي على شكل خدمات بتقدم للعميل. يعني الوديعه دي هي الوديعه بتاعتك وهي بتقدم لك تاني في شكل خدمات. الوديعه دي احنا عارفين الظروف اللي احنا بنمر بيها في الفيوتشر فاليو للجنيه المصري. النهارده بجيب الجنيه المصري بيجيب كام، وبكره هيجيب كام، وبعد بكره هيجيب كام، وبعد 10 سنين هيجيب كام. هل ده بيأثر فطبعا بيأثر على الوديعه، لان الوديعه الانترست بتاعها بيبقى ثابت، وانا مصاريف الصيانه بتتغير من وقت للتاني. فدي بتبقى عايزه فاسيلتي مانجمنت سيرفيس بروفايدر قوي، عارف قيمه الوديعه اولا قد ايه بالظبط، وعارف الاسيت بتاعته عارفها كويس، وعارف حالتها كويس، بيعمل هاند اوفر كويس جدا من المقاول عشان ياخد حق المالك من المقاول. مش هستلم السيستم ده غير لما يكون صح بنسبه 100%، مش اقل من كده على وجه الاطلاق. السيستم ده في الضمان لكذا سنه، بدير عمليه الضمان، يعني اداره الضمان بتاعت الانظمه دي اداره قويه جدا، دي بتوفر لي وديعه الصيانه. فلما اكون على طول بسال اي مطور انت مين شريك معاك في الفاسيلتي مانجمنت، علشان هو بينوب عن الملاك في استلام المبنى من مرحله الكونستراكشن. فلو استلمت المبنى صح، اي ملحوظه تخص الديزاين فيز مسؤول عن المطور العقاري يحلها. اي ملحوظه تخص السيستمز في مرحله الضمان المطور ملزم يحلها. انا مش هصرف حاجه من الوديعه غير للخدمات فقط. بالزبط. لو احنا حرصنا على النقطه دي مش هنلاقي مشاكل كبيره. اول مشاكل انت هتيجي تقول لي انا عايز استثمر، انا عايز احط كمان فلوس عشان عايز مستوى اعلى من كده، عايز مستوى امان اكتر من كده. على مدار عمر العقار لازم يتعمل له رينوفيشن، اعاده تجديد.
في ريكويرمنت جديده، ممكن العميل يقول لي انا عايز احط كاميرات عند البول، عايز احط كاميرات اكتر، عايز اغير نوعيه الكاميرات، عايز اضيف سيرفيس جديده، عايز البول عندي كويس وكل حاجه، وانا عايز استغل منطقه البول عشان اعمل فيها ايفنتس. مين اللي هيقدر يعمل لك الكلام ده كله؟ هو الراجل بتاع فاسيلتي مانجمنت. فانا بقول لكل واحد شغال في القطاع العقاري خليك فاكر الوديعه عباره عن كام، نسبتها ايه، ومجال صرف الوديعه. احنا عرفنا الوديعه بتيجي منين؟ بتيجي من الملاك. بتتصرف فيه، احنا لازم نسال عشان تتصرف في المجال اللي هو فاسيلتي مانجمنت بس، ما تصرفش خلاص في كونستراكشن. احنا دلوقتي يا باشمهندس وصلنا لفقره انا شخصيا بحبها، فقره رول موديل. انا مؤمن جدا انه المكانه اللي اي شخص وصل لها دلوقتي وصل لها من خلال الكواليس وقصص وتجارب وفلسفات خاصه بيه هو عن النجاح وعن السعي وعن الطموح. فعايز اعرف رحله حضرتك من هندسه لحد الفاسيلتي مانجمنت او المكانه اللي حضرتك فيها النهارده، اكيد قابلت اخفاقات كتير، فعايز اعرف ازاي كنت بتعدي اللحظات الصعبه دي. والله هو طول عمري ما كنتش متخيل ان انا ابقى حاجه تاني غير اللي انا مدرس. كان طول عمري عايز ابقى ستاف جامعه، لاني مؤمن جدا ولغايه دلوقتي الحمد لله مؤمن ان وجود مدرس قوي ووجود مدرس مؤهل ومدرس موهوب هو ده مفتاح النجاح لاي دوله في العالم. مظبوط. فكنت على طول عايز ابقى مدرس جامعه، عشان كانت جارتنا دكتوره مديحه كانت مدرسه الجامعه، وكانت عجباني جدا في شياكتها، وعجباني جدا في العربيه بتاعتها، وعجباني جدا في مواعيدها يعني. فقلت انا عايز ابقى دكتور في الجامعه. في حياتي طبعا انا في سعي للاتجاه ده، هبقى دكتور في اي جامعه مش مشكله، اي كليه مش مشكله، اي تخصص مفيش مشكله، بس اهم حاجه ابقى دكتور جامعه. ابقى بالظبط شغف التدريس بشكل عام. بالظبط كده، شغف التدريس. ولما كنت بتفرج على دكتور مصطفى محمود لما كان بيشرح باسلوب السهل الممتنع، فانا حبيت ابقى اخش كليه علوم. حبيت ادرس الحياه عموما، حبيت ادرس البني ادم عموما، لان انا عايز اتخصص في طب او في علوم او في امراض، حتى لو كانت امراض نبات او امراض للنباتات حتى تبقى مفيده. هو ده كان شغفي، وعايز اقدم ان البني ادم يعيش كويس في مكان كويس بصحه كويسه لاكبر عمر ممكن في حياته، عن طريق اللي انا هدرس العلم ده مش بس اللي انا همارسه. فكنت عايز امارس علم وامارس تدريس في مجال يساعد البني ادم يعيش كويس قوي. كنت بفكر في سوبر هيومن، حلو قوي. بني ادم خارق صحته كويسه جدا، مش خارق عشان هو يحارب، خارق اللي هو مستعد يعيش كويس في ظروف الحياه اللي احنا بنشوفها، تلوث، ندره الميه وندره الغذاء وندره الكلام ده كله. فعايز اشوف بيعيش كويس ازاي. لكن طبعا الواحد ما بيمتلكش مستقبله، هو الواحد بيسعى. بقيت ستاف جامعه، ولكن في الهندسه. واشتغلت في القطاع الخاص الى ان جات لي تليفون من مديري مهندس يوسف برهان: مساء الخير يا باشمهندس ياسر، انت بكره هتروح المشروع الفلاني. انا مفكر وقتها كنت رئيس قسم الاندور اير كواليتي في شركه اسمها برو سيرفيس، واللي كان بيكلمني مهندس يوسف برهان. اوكي. فانا ما اقدرش ارفض. حاضر. المشروع ايه؟ المشروع اسمه اكس، اللوكيشن بتاعه ايه؟ اللوكيشن بتاعه واي. انا هروح اعمل ايه؟ هتروح تعمل فاسيلتي مانجمنت، احنا عندنا مشكله هناك وانا شايفك هتعرف تحل المشكله. ده اول مره كده. فاول مره يعني الصبح لازم تبقى فاسيلتي مانجر. حاجات بتيجي فجاه بتبقى احسن حاجه. بالظبط كده. فانا تفكيري زي اي تفكير عادي يعني. وقتها الراجل بتاع اوبريشن ومينتنس يعني، رحت لقيت عندهم هاوس كيبنج، ورحت لقيت فيه مقاول بيعمل لاندسكيب، ولقيت فيه سكيورتي، ولقيت فيه ريسبشن، ولقيت فيه حاجات كتيره. انا مدير جماعه الناس دي كلها، فانا مسؤول ان انا اداره تخطيط ومتابعه وحل مشاكل ولايف ستايل مختلف خالص على اوبريشن ومينتنس. فما لقيتش جوايا اي ريزيستنس للموضوع ده، لقيت جوايا شغف ان انا احل المشاكل دي. ولقيت لما رحت استلمت المشروع الجديد، المكتب بتاعي بقى مليان مشاكل، لو كتبته في ورق يبقى فيه ورق كتير جدا هيتكتب، ولازم كل مشكله تتحل. المدرسه اللي انا جاي منها انا مسميها مدرسه يوسف برهان اكتر ما هي مدرسه فاسيلتي مانجمنت. خد المشكله، ما تاخدهاش على قلبك، خدها على عقلك، حطها، اكتبها على ورقه، شوف العناصر ايه بتاعت المشكله، حاول ترتب تاني العناصر دي، هتلاقي المشكله اتحلت في نفس الوقت. فانا لقيت حل مشكله. فانا لقيت المشاكل لما باجي اعيد صياغتها تاني، ولما اجي بقولها انا بشكل تاني هي بتتحل. يعني لما يجي حد يقول لي عندي مشكله في الفاير الارم، عندي مشكله او في الفاير فايتنج، عندي مشكله في المقاول، عندي مشكله في الفواتير، عندي مشكله في الاستاف، بعيد نفس اللي هو قاله بس بحطه على ورقه، بلاقيها عناصر موجود فيها عناصر بشريه، فيها عناصر ماليه، فيها تكنيكال ايشوز، فانا بروح احل على طول الحاجات الاداريه عشان دي بتبقى في ايدي على طول. لو في فلوس واقفه بعرف احركها، لو في ناس
قادره تشتغل بس مش عايزه تشتغل بزود الموتيفيشن عشان يشتغلوا. لما الاقي ناس عايزه تشتغل بس مش قادره تشتغل، ده دوري انا في التريننج او في التكنيكال سكيلز بزودها. فعلى طول دي بقت طريقه حياتي في الفاسيلتي مانجمنت. كنت منزعج شويه لما ابتدى السكوب يزيد ورحت المشروع اكبر. كان مشروع في الريل استيت، فانا استقبلت مشاكل عملاء في الريل استيت، استقبلت مشاكل ناس عندهم حفلات والكهرباء بتتقطع، استقبلت ناس في مراحل معينه في مراحل المشروع ما كانش لسه مكتمل بنسبه 100%. فلقيت نفسي داخل في سيرفيس تانية خالص، بكلم نوعيه تاني جدا كبيره من العملاء فيها كل الشرايح. فانا كفاسيلتي مانجر واجب عليا اتكلم لغه البيزنس مع البيزنس اونر، فلازم اكون فاهم قوي فلوس بتيجي ازاي وبتتصرف في ايه، وايه الار او اي لكل فلوس انا بصرفها. لقيت نفسي بتعامل مع عماله محتاجه مني مدير تاني خالص، بتعامل مع فيندورز محتاجه تعامل تاني خالص. فالميكس اللي انا عايش فيه دايما هو الميكس البني ادم الطبيعي اللي بيعامل كل طبقات البني ادمين، اللي بيتعامل على كل ليفل في البيزنس، اللي بيتعامل على كل ليفل من الماتيوريتي حتى مع العملاء. حياتك اليوميه، حياتي ده بقى لايف ستايل بتاعي فاسيلتي مانجمنت. حلو قوي الحته دي. بالظبط. عايزين نقطه مهمه قوي. يمكن احنا لما قابلنا حضرتك يعني لاحظنا حاجه غريبه يمكن ما بتحصلش كتير لاغلب الناس اللي موجوده حاليا في مصر بشكل عام. حياه مستر ياسر تبتدي من الساعه 7 الصبح حتى الساعه 5. حياه بتخلص بدري، على عكس كلنا حياتنا تبدا متاخر وبتخلص متاخر. والله انا يمكن انت شفت الجانب الكويس في حياه الفاسيلتي مانجر يعني، ولكن خليني اقول لك احنا بنكلم اي حد. يعني وقت ما انا اشتغلت فاسيلتي مانجر ما حدش قال لي تعالى المهنه دي السكوب بتاعك 1 2 3 4. ما حدش قال لي المهنه دي بتبتدي الساعه كذا وتنتهي الساعه كذا. بالظبط. ما حدش قال لي عشان تبقى شاطر في الفاسيلتي مانجمنت يجب عليك دراسه 1 2 3 4. ما حدش استقبلني الاستقبال ده، ولذلك انا بقوم بالدور ده دلوقتي لاي حد يجي يشتغل في المهنه بتاعتي. انا بقول له هي مهنه صعبه جدا ولكن سهله جدا. مهنه الفاليو بتاعتها بتاخدها كل ساعه وكل دقيقه. بتحس بقيمتك لما تلاقي البيزنس بتاعك بيدور بشكل كويس. بالظبط. بتحس بقيمتك لما بتعمل وفر كويس للبيزنس اللي انت بتقوم بيه. بتحس بقيمتك لما يكون الفاير الارم والفاير فايتنج بتوعك بيقوموا بواجبهم مظبوط وقت الطوارئ والحوادث. فليها فاليو كبيره جدا. حكايه اللي انا اللايف ستايل بتاعي حاليا انا صاحب شركه، فاكيد انا مش هبقى 24 ساعه، ولكن انا خلال شغلي في الاوبريشن في فاسيلتي مانجمنت انا ما كنتش بنام 24 ساعه ولا 24 ساعه. اشتغلت اوبريشن من مدير مشروع لغايه اوبريشن مانجر. اشتغلت كمان في الكوميرشال، يعني تسعير وتندر وماركتنج وسيلز واداره عقود واداره عقود، يعني اداره عقود كاكاونت مانجرز واداره عقود قانونيه. فعشت حياه الاوبريشن وعشت حياه الكوميرشال وعشت حياه صاحب البيزنس يعني. فدلوقتي انا ممكن ابتدي يومي بدري ويخلص بدري جدا، ولكن انا 24 ساعه في ال 24 ساعه مستعد ان انا اتدخل واخد قرارات واحل مشاكل واستدعي فريق من بيوتهم واستدعي فريق من محافظات تانية وعلشان الخدمه ال 24 ساعه. فاحنا بنسمي نفسينا زي اسم الشرطه وزي المستشفى، لازم نكون مستعدين 24 ساعه في ال 24 ساعه. هو السؤال ده هدفه ان انا بتكلم على احنا المستمعين بتوعنا في المجال العقاري. انا ازاي كسيلز او اي واحد شغال بالذات السيلز في المجال العقاري اللي شغال 24 ساعه، هل تنظيم الوقت او التايم مانجمنت مهم جدا في انتاجيتي؟ هل ده هيساعد على انتاجيتي؟ يمكن ده هدف السؤال من الاول. والله انا النصيحه الوحيده اللي انا اعرف انصح بيها الناس التخطيط الكويس قوي، والسيناريوهات اللي انت ممكن تتعرض لها تحطها، تكتبها بشكل واضح، تكتبها بشكل كويس وتكون مستعد للاجابه عليها في اي وقت. الريسورسز بتاعتك لازم تكون مستعده في اي وقت، زي ما احنا بنعمل في الفاسيلتي مانجمنت، بنعمل في طبقه المانجمنت، بنعمل ريسك اسسمنت، بنعمل بزنس ريسك اسسمنت، بنعمل ايمرجنسي بلان لكل مكونات المبنى، وبحيث اكون جاهز لاي حدث طارئ. فلما يجي حد يقول لي ان الكهرباء قطعت ما بتفاجئش، ما بيبقاش بالنسبه لي بانيك خلاص. لما يجي حد يقول لي ان في ميه قطعت، ان في مشكله في اي سيستم، يبقى في مشكله من اي عميل، ما فيش اي بانيك انا بتعرض له، عشان انا حاطط الطارئ ده كحدث انا ممكن اتعرض له، ومجهز له ريسورسز ومدرب الفريق بتاعي اللي هو يساعدني في مواجهه المشكله دي. المشاكل اللي بتقابلنا اذا ما كنتش انا عامل حسابي عليها بتبقى مشكله. يعني انا ما بحبش اقول كلمه مشكله. كلمه مشكله طالما انا حاططها في البيزنس اناليسيس بتاعتي والامرجنسي بلان بتاعتي ما بتبقاش مشكله، بتبقى حدث طارئ بيحصل كل فتره.
انا عندي ريسورسز، عندي الفريق المدرب، عندي الامكانيات اللي انا ادورها لغايه ما ارجع المبنى بتاعي او البيزنس بتاعي للحاله النورمال. الفقره الرابعه بتاعتنا هتبقى المرحله الترفيهيه. احنا عندنا جار فيه اسئله، الضيف هيختار 3 ورقات، ليه الحق ان هو يعمل سكيب لسؤال واحد. فاحنا هنبدا دلوقتي. مستر ياسر هينقي ورقه، هيفتح الورقه ويقراها، وليه حق ان هو يعمل سكيب لورقه واحده. اتفضل يا دكتور. ولا احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على الحلقه بتاعت فاسيلتي مانجمنت، ما اتفقناش على الحلقه دي، فخليني اختار ورقه. لو تمام هنقرا السؤال ونعرضه على البلد اللي تتمنى تزورها. هي ايه البلد اتمنى تزورها؟ اتمنى ازورها ولا اتمنى بس اعيش فيها؟ الاثنين. والله بعد مصر ما عنديش غير الدوحه بصراحه. يعني انا عشت في الدوحه، عملت بيزنس في الدوحه، عملت نجاحات، عملت اصدقاء، عملت عيله. فدي البلد اللي اتمنى ازورها مره كل شهر على الاقل عشان اطمن على قرايبك. السؤال الثاني كده انا مفيش سكيب لسه. احنا عندنا سؤالين. هاد راضي عن نفسك في الفتره دي بنسبه كام في المية؟ والله دي الايفالويشن اللي انا بعمله لنفسي، بعمله كل يوم خميس. كويس. لما بتشتغل في بيزنس وبتستلم شغل من حد فبتشوف نفسك كويس. فلما بستلم شركه، بستلم مشروع، بستلم سيستم، بشوف الراجل ده شكل السيستم شكله عامل ازاي بعد ما اسلمه، على طول بحط نفسي في مكانه. فعلى طول بحب كل يوم خميس كام في المية بفترض اخر مره كان كام في المية؟ اخر مره ما اديتش لنفسي درجه، انا سقطت نفسي خالص، وصلت لغايه 70%. لان انا بستعد ان انا اسلم الشغل بتاعي في اي وقت. بس حد تاني يقعد على مكتبي، حد تاني يقرا الدفاتر بتاعتي، حد تاني يستلم المشاريع بتاعتي، فلازم يستلمها بشكل مستدام. فلازم كل معلوماتي بتتخزن بشكل كويس. فلحد ما انا بدي نفسي مش اكتر من جيد 70% يعني. اكتر 3 حاجات بتفرسني. بتفرحك والله العملاء لما يدفعوا في وقتهم يعني. الفواتير لما تتحصل في وقتها بتبقى حاجه مفرحه. لما اقبض الموظفين في الوقت قبل 1 في الشهر بتبقى حاجه مفرحه جدا. حلو قوي. تفرح للموظفين بتوعك؟ بفرح لفرحتهم يعني. قبضتهم قبل يوم 1 الحمد لله. انا موظف قديم يعني. فالتزاماتي كلها بحب اقضيها، فانا بحافظ على التزامات الناس شغاله معايا عشان على الاقل اضمن اللويالتي يعني. ممتاز، حلو قوي. احنا خلاص يعني تقريبا الحلقه بتاعتنا خلصت النهارده، بس حابب اختم معاك بسؤال اخير. في حد موجود في حياتك بتعتبره رول موديل؟ والله السوق كله اللي يعرف ياسر زنون يعرف مين الرول موديل بتاع ياسر زنون. هو مش بتاعي انا لوحدي الحمد لله يعني، ده بتاع ناس كتير قوي اشتغلت مع الراجل ده. حلو قوي. هو بس مش رول موديل على مستوى التكنيكال يعني. مش هو مهندس ميكانيكا شاطر جدا فوق الخيال يعني. مدرس شاطر جدا، لو عندك حاجه في الميكانيكا او في التكييف بالذات حابب يشرحها لك. حلو. مش ناصح امين بس يعني، ده ناصح امين كأب وكأخ وكصديق على حسب المرحله العمريه. لو انت قده في السن هيبقى اخوك اللي بينصحك، لو انت واحد اصغر منه بالسن كتير فبيديك النصيحه كابن. هو مهندس يوسف برهان، هو اللي خد بايدي ياسر زنون. هو مستلمني مهندس ميكانيكا ما شاء الله، وسلمني مدير مشروعات يعني. حلو قوي ما شاء الله. وحتى الان يعني انا لما بتعرض لاي موقف بقول لو مهندس يوسف برهان في الموقف ده هيعمل ايه. شكرا يا دكتور على تشريفك النهارده لينا، وفرحانين ان احنا موجودين مع حضرتك، وان شاء الله ما نكونش اول مره او اخر مره تكون معانا، بالعكس احنا نكون متواجدين مع بعض دايما، وباذن الله نقدر يعني نوصل الفاسيلتي مانجمنت وحضرتك طبعا بدعم حضرتك للمكان اللي تستحقها، عشان يقدر ان الكل اللي عاملين في المجال العقاري فعلا يفهموا ايه الهدف من الفاسيلتي مانجمنت، وازاي ده بيدير للعميل اللي بيشتري سواء العقار السكني او التجاري او الاداري المنشأة بتاعته بطريقة صح تدر عليه دخل. دي كانت اخر حلقتنا النهارده واول حلقات البودكاست. تابعونا. مش عايز افكركم ان ده برنامجكم انتوا، كل العاملين في المجال العقاري محتاجين كل الاسئله اللي انتوا محتاجين تعرفوها، وكل الخدمات اللي انتوا محتاجين تعرفوا تفاصيلها ابعتوا لنا على رسائل الصفحه.
اعملوا لايك وشير للحلقه دي عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن في المجال العقاري. وباذن الله نقابلكم في الحلقه الجديده مع رول موديل بودكاست.